استهداف مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مركبة قرب بلدة بيت جن بريف دمشق. شفت حضرتك اللي كان بيحصل من الكيان المحتل في الجنوب اللبناني؟ بالظبط نسخة طبق الأصل منه دلوقتي بيحصل في سوريا في مناطق متعددة، يطلعوا يضربوا وقت ما هم عايزين. بس الحجة اللي كانت موجودة في لبنان بتاعت حزب الله وحصر السلاح في يد الدولة وكل الكلام ده كانت حجة ناس كتير بلعتها وشافت ان لا، ما هو من حقهم ادوا الأحقية للكيان المحتل انهم يعملوا حاجة زي دي خوفا على امنهم القومي، وان كمان يعني بقوا يرددوا من الاخر يعني الرواية الاسرائيلية بالنص ويقولوا نفس كلام الصهاينة، وبحجة ان ازاي يبقى فيه حزب الله وفي نفس الوقت موجود الحكومة اللبنانية اللي ما بتدافعش عن ارضها اصلا. طيب الحجة ايه دلوقتي في سوريا؟ ايه اللي حصل هناك؟ الاول بس حضرتك صلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بذكرك كالمعتاد باللايك والاشتراك ومشاركة الحلقة ان امكن، واتمنى حضراتكم تكملوا معايا الفيديو للنهاية لان ده هيساعدنا بشكل كبير على اقتراح القناة الجديدة الرقم 5 اللي نشتغل عليها. ويعني رسالة شكر لحضراتكم على الكومنتات التعليقات الجميلة اللي حضراتكم شجعتوني بيها. مفيش ايد لوحدها ابدا ابدا تقدر تسقف، ويعني بفضل ربنا ثم بوجود حضراتكم معايا يعني بقى الواحد عنده امل دايما بعد كل ما يقع دروب كبير كده يلاقي ان في الحمد لله ناس حواليه، سواء اصحابي او زمايلي اللي موجودين معايا على المنصة او حتى المحيطين بيا والناس اللي من الجمهور اللي اتصلوا وسألوا، يعني على راسي من فوق والله العظيم. كل دي حاجات جميلة قوي وبسطتني. طيب نيجي بقى للأخبار اللي موجودة معانا، لأن دلوقتي بقى في حجة جديدة. الحجة ايه هي؟ مش مهم، حطها تحت اي بند. يقولك ان في اتراك او جيش تركي موجود في ابو الزهور ويطلعوا يضربوا المطار. خلاص ناس تقبلها وتقول لك خلاص اسرائيل بتضرب عشان تحمي الحدود بتاعتها من التوغل التركي. هو مش بيتوغل في ارضك المحتله، لا ده هو بيتوغل في الاراضي السوريه. لا برضو انا ضد حاجه زي دي، ويطلع يضرب ويقصف. الناس سكتت، ونقصد هنا بكلمه الناس سواء السوريين او اللي بيدوا الحجه للكيان المحتل ان هو خلاص يعمل بقى اللي يعمله، وكانهم خلاص بقوا محتاجين يبقى عندهم اسبابهم. لكن النقطة الأهم هي الحكومة السورية ما اتكلمتش خالص وقالت إن المطار كان فاضي. طب إيه اللي حصل من عدة ساعات؟ حصل عملية بقصف زي ما بيحصل في الجنوب اللبناني بالظبط. قصف حصل على واحدة من السيارات وهي متواجدة في منطقة في ريف دمشق، طلعت مسيرة عليها وقصفتها. يعني أنا حاسس إن أنا بقول لك الخبر ده من الجنوب اللبناني، لكن لأ، ده في ريف دمشق. يعني انت خلاص يعني واصل للعاصمة نفسها. والموضوع الخاص بالحجة بتاعت لا ده هم بيختبروا صبر احمد الشرع، بيشوفوا الراجل ده هيعمل ايه لو وقع في موقف. ده موقف واثنين وثلاثة وعشرة، بس اللي مش عايز ياخد اي موقف ايجابي بيدور على حجج. زي الناس اللي قبلت ان لا ده على فكرة ده حزب الله ده اصلا يعني ما دول ارهابيين، نفس الكلمة اللي بيقولها الصهاينة، رغم ان اللي بيقولوا عليهم دول موجودين فين؟ موجودين بيمثلوا في الحكومة اللبنانية وموجودين كمان في البرلمان اللبناني. لكن هيهات هتكلم مين؟ في ناس مهما قلت لهم برضو بيقتنع بسبب كتر الترديد بتاع الرواية الإسرائيلية. عايز أقول لك إن ده كمان بعد ساعات قليلة قوي من تصريح أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري بأنهم بيفكروا بالانضمام إلى الاتفاقية اللي أبرمت في السعودية، اتفاقية مكة، وإنهم هينضموا لتركيا وباكستان والسعودية. ويعني للوهلة الأولى أول لما تسمع الكلام ده لا ده كده بقى عينيهم على الكيان المحتل وعدوهم معروف. تحس ان فعلا التجمع ده كده عدو مش مفهوم. انا بكلم حضرتك بامانه والله عدوهم مش مفهوم. يعني السوريين او انا اسف ما اقصدش الشعب السوري، الاداره السوريه وكمان مثلا في السعوديه ما تفهمش هل عدوهم يعني الايرانيين ولا عدوهم اللي موجود في الكيان المحتل. يعني الاتنين دول الدولتين دول بالذات ما تبقاش عارف بالظبط الحكومات قصده ايه من التحالف ده. يعني انت في سوريا عدوك الواضح هو حزب الله حسب ما هو معلن،
وان كمان دلوقتي الدعم بيجيله عن طريق ايران وسط الاراضي السوريه، هو قطع ومنع حاجه زي دي. كمان السعوديه كان بيطلع ضربات من عندها على ايران. طيب كده يبقى عدوهم ايران. تلاقي ان الناحيه الثانيه لا السوريين طول عمرهم، هنا بقى الشعوب بقى طول عمرهم عدوهم الاوحد هو الكيان. السعوديه عدوهم الاوحد المفروض ان هو الكيان. لا، ما تفهمش حاجه فعلا من تحالف زي ده. تركيا طبعا واضح عدوها مين، لكن هو ازاي هتحارب لو ايران ضربت السعوديه؟ طب ازاي باكستان هتعمل حاجه زي دي؟ الموضوع فعلا مش مفهوم. لكن تعالى لنقطة تانية مهمة، وهي ان هل الضربات توقفت لحد هنا؟ لا حضرتك، بكل اسف المنطقة العربية او الشرق الاوسط كله مشتعل بسبب الشوكة اللي حاطينها في ظهر العرب، وجود الكيان المحتل اللي طلع وضرب في عدد من البلدات اللبنانية في الجنوب اللبناني بسلسلة من الضربات اللي وصلت لكفرة بنيت، ووصلت كمان للفيديو اللي حضرتك بتشوفه ده من بلدة طلوسة. والهجمات ما زالت مستمرة ساعة ورا التانية ورا التالتة بالطيران القصف اللي بيعمله أو بالمسيرات. برضو ما وقفتش الضربات لحد هنا. وطبعا الحكومة اللبنانية لا تسمع لا ترى لا تتكلم، بل بتتحايل على أمريكا إن الكيان المحتل يطبق الاتفاق في الاجتماعات اللي حصلت ما بينهم خلال الشهر اللي فات. طب وبعدين تلاقي ان برضو القصف ما توقفش، لانهم قصفوا منزل داخل قطاع غزة بواحدة من المسيرات، وكان هدفهم استهداف واحد من المقاومين. اما بقى على الناحية التانية او التصعيد اللي عمال يزيد والمناوشات اللي عمالة تزيد ما بين تركيا والكيان المحتل، فتعالى للنشرة الحمراء. نشرة حمراء كده نزلت من المحكمة التركية بان نتنياهو دلوقتي بقى من المرصودين اللي لو وصل للأراضي التركية سيتم إلقاء القبض عليه، لأنه من مجرمي الحروب ولأنه إرهابي وارتكب جرائم. طيب الكلام ده طبعا في ظل التصعيد اللي حصل، يعني أنا آسف إني بقولها رغم إن عارف إن تركيا ليها مريدين كتير جدا وناس بتحبها، ولكن خليني أقول لك إن ده بعد التصعيد الأخير بس ابتدوا يتكلموا عن نقطة زي دي، رغم إن كلنا عارفين ان نتنياهو مش هيروح تركيا. بس اهي خطوه قد تكون جيده. بس انا عايز اقول لحضرتك نقطه محبطه قوي، لو حصل تعديلات والتوازنات اتعملت والدنيا مشيت، نتنياهو عادي ممكن يروح تركيا ويعملوا نفسهم ما يعرفوش حاجه عن القرار اللي تم اتخاذه ده. طيب النقطه الاهم هي ان البحريه التركيه ابتدت تحرك القطع العسكريه بتاعتها في البحر المتوسط، وكمان البحرية التابعة للكيان المحتل ابتدت تحرك القطع بتاعتها. وهنا تقدر تقول ان ده في نطاق المناوشات، يعني مش معنى كده ان في حرب بكرة ولا بعده، لا، كله عمال لسه بيجس النبض ويشوف اللي حواليه انت هتتصرف ازاي. طب يعني ايه، هنخش فعلا في تصعيد ونوصل لحرب، ولا حد مننا هيلم الدور قبل ما التاني يستهبل او يبوظ الدنيا على المنطقة كلها؟ لاننا خلاص الحرب دي هتبقى انتشرت في الشرق وانتشرت في الغرب. هنا خلاص المنطقة العربية كلها هتبقى في وضع مش جيد ابدا. لحد هنا انا جبت لحضرتك الاخبار، اتمنى ان حضرتك تكون كملت معايا الحلقة للنهاية، لان ده اكيد هيساعدنا على الانتشار. بذكرك باللايك والاشتراك ومشاركة الحلقة ان امكن. كان معاكم منعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.